السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله جايين هنعمل ايه؟ نعمل لحمه. والله نعمل لحمه ايه تاني يا مهنا؟ هنعمل لحمه ومحشي وملوخيه. بس انا لسه جايه من السوق، فضيتش الحاجه. يلا تعالوا معايا نفضي الحاجه سوا. هنجيب حزمه ملوخيه. جبتها كانت عامله متهيألي حوالي 4 جنيه. وجبت كيلو في البيت، وجبت خضره وفلفل وقطه وكده يعني. وطماطم كمان. جبت الكيلو ب5 جنيه. طبعا والمحشي ما يحلاش الا بالايه؟ بالبصل. لا وايه وكمان ورق عنب. جبت ربع، يعني ربع كده كان عامل حوالي 10 جنيه. عشان نعمله مع المحشي النهارده. هنعمل المحشي ان شاء الله باذن الله حصري اول مره على قناتي. اتفرجوا عليا، ولو عجبك الفيديو ان شاء الله اعملوا لي لايك واشتراك، وعشان القناه تكبر لكم باذن الله. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ لو أول مرة بتشوفيني اعمل لي اشتراك في القناة ودوسولي على علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو بتتابعيني من على الفيس اعملي لي متابعة. النهاردة ان شاء الله بإذن الله نعمل محشي معاكم ولحمة وملوخية. على فكرة أكلي هيعجبكم قوي والله العظيم. بصوا انا كده بعمل خلطت الطماطم في الخلاط عشان بقى هنبتدي ان شاء الله نعمل ايه الاكل مع بعضين. وكده بقشر البصل اهو. ومعلش بقى انا مسرعه لكم فيديو يعني عشان هو بس ايه الفيديو طويل، ف يعني انا على قد ما بقدر ما بسطه. بصوا انا كده خلاص قشرت البصل ونضفته. المية اللي انا حطاها دي الحله بتاعت المية دي عشان ان شاء الله هعمل ورق عنب هسلقه برضو معاكم. بصوا ان انا حطيت الحله على النار، هحط الزيت. المحشي انا بصراحه بعمله بزيت مش بسمنه، بس والله بصوا يعني كان زي العسل، يستاهل بقكم يا حبايب قلبي. بصوا انا كده بقطع الايه، بقطع البصل. هقطع البصل في الزيت. معلش بس انا ايه مسرعه لكم الفيديو على قد ما اقدر عشان برضو ما ياخدش من وقتكم كتير، مش عايزه ابقى تقيل على قلبكم. يا ريت لو بتتابعيني اكتبي لي تعليق حلو من قلبك وادعوا لي دعوه حلوه. بصوا انا كده خلاص برضو بقطع البصل اهو. انا بصراحه مش بحب اعمل بصل المحشي في الكبه، مش بحب اعمل في الكبه. انا بحس ان هو لما اعمله على ايديا كده تحس ان البصل ليه طعم في قلب المحشي، لكن الكبه بتطلعه ناعم ما بيعجبنيش بصراحه. حتى بحب برضو البصل الاحمر، في ناس بتحب البصل الابيض في المحشي بيبقى مسكر برضو، بس بحس ان الاحمر احلى بصراحه. بصوا انا كده اهو بقلب البصله. قطعت البصل اللي انا سبته ده تاني عشان هتشوفوه برضو معايا عشان صينيه اللحم انا سايباه هقطعه في الصينيه. بصوا ابني كان عمال يلعب لي في الاضاءه. بصوا هنا قطعت قرن فلفل، نص قرن يعني عشان كان حري، وحطيت ايه نص معلقه شطه. ما هو ده بقى سر الصلصه. بصوا حتى انتوا هتشوفوا لونها عامل ازاي هتعجبكم قوي. لو عندك بابريكا برضو حطي نص معلقه، بس انا هحط البابريكا مع التوابل بعد ما تاخد ايه غلوتين كده. بصوا انا برضو حطيت ورق العنب في قلب الميه عشان يتسلق. انا مش بسيبه كتير يعني هي غلوه كده وبقوم شايلاه على طول مصفيه يعني. على فكره انا كنت غسله قبل ما احطه في الحله. بصوا البصله اهي على النار احمرت اهي، هحط عليها القوطه. بص انا عملت شفشق بس يعني على قد ما ايه على قد الاكل مش كتير عشان برضو الصلصه عندي مترميش. بصوا بقى القوطه حمرا ازاي. حطيت عليها التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة و7 بهارات وتوابل محشي. بصوا الصلصة ده كان شكلها والله اجمل من كده كمان، ده الكاميرا ظلموها.
بصوا انا بقى ايه خلاص وطيت على الصلصه وسبتها على النار. بصوا بقى انا هروح اعمل ايه صينيه اللحم. على فكره كل الطبق اللي انتوا شايفينه ده اصلا نص كيلو، بس هي الكاميرا جايباه كبير. بصوا انا بقطعها حتت صغيره قوي على قد الايه، على قد ما يعني مقادينا ما هتاخد، بس هي القطعه جايه كبيره في الكاميرا. إيه هي لحمه مش حمرا بس يعني احمر على ملبس كده عشان احنا بنحبها كده. بصوا انا قطعت البصل اصلا ورا، وهقطع بقى ايه احتياجاتها يعني عشان لما اروح على النار ما افضلش اروح واجي معاكم، يبقى كل حاجه جاهزه معايا. بصوا انا قطعت الفلافل، فلفل اخضر واصفر واحمر. انا كنت جايبه الكيلو الالوان ده ب10 جنيه. بصوا انا حطيت بقى ايه معلقتين سمنه على النار على صينيه، في صينيه، وهقلب اللحم. طب انا حطيت كده فلفل اسمر، لازم انا بحط فلفل اسمر عشان يعني برضو بحس ان هي ايه تمنع الفلفل الاسمر بيمنع اي زفاره، اذا كانت في الفراخ او في اللحمه او في اي حاجه عموما. بصوا انا كده هفضل اقلب ايه، هفضل اقلب شويه لغايه اما تاخد الايه اللون الذهبي. انا مش عايزاها تنزل مني ميه، انا لازم انزلها على سمنه سخنه عشان لو نزلت مني ميه إيه انا مش بعرف، لازم اخليها ايه ان هي تاخد اللون الذهبي، الانسجه تقفل معايا ما تنزلش معايا ميه. انا على فكره كنت هعملها في طاجن بس معلش بقى يلا هي طلعت معايا في الصينيه. انا كنت هقلبها في الصينيه وهحطها في الطاجن بالفرن، بس هي طلعت حلوه في الصينيه قلت يلا بقى. وبصراحه الاولاد كانوا مستعجلين قوي على العشاء فقلت مش مشكله، بس هي طلعت والله جميله هتشوفوها. بس انا هفضل اقلب فيها لحد ما ايه اهو، لحد ما تاخد اللون الذهبي. انا حتى كنت بوريها لكم وهنزل عليها ايه، كنت حاطه بصلتين او 3 بصلات. بصوا حطيت ايه ورقتين لورو وحبهين كده لازم اهو. هقعد اقلب فيها بس انا بوريها لكم، انا مش هسيب البصل يدبل خالص. احط بقى الايه الفلافل عليها قبل الطماطم. بصوا برضو هقعد اقلب فيها تقلبتين واقوم حاطه الايه الطماطم. برضو هقعد اقلب فيها تقلبتين. انا على فكره مسرعه لكم الفيديو بس هي بتاخد وقت اطول من كده لان ايه ايدي شغاله معاها يعني. بصوا دي التوابل بقى، ملح وفلفل وبابريكا وشوربه ماجي وبهارات لحمه. اهو بصوا انا بوريها لكم ازاي. هقعد اقلب فيها هنا بوريها لكم على اساس ان هي ايه الحاجه يعني الطماطم والفلافل ما تهرتش برضو في التقليب يعني. اهو بصوا هحط بقى ميه كوبايه يعني. بصوا انا هزود برضو ايه يعني حاجه في حاجه كده عشان انا مش ما سلقتش اللحمه يعني اديتها صدمه بس. بصوا انا بقى هسيبها على كده، ممكن تقعد مثلا ايه ساعه ساعه ونص. انا بسيبها على نار هاديه بقى هي براحتها لحد ما حته اللحمه بس نفسها كده تبقى ايه دايبه، والفلفل والطماطم برضو ما تتهريش يعني. اهو اهو بصوا انا بوريها لكم اهي وهي على النار. اهو بألف هنا وشفا على قلبكم. بصوا بقى انا بقطع الايه، جيت بقى ان انا ايه احضر حاجه ان انا احشي المحشي بقى. بصوا انا بقطع الخضره اهو. طبعا انا قطعت نص الحزمه ونص الحزمه التاني ايه شغلت لكم الفيديو برضه عشان ما ياخدش من وقتكم كتير وسرعته لكم. خلاص اهو هي خلصت معايا. يلا هجيب على الملوخيه برضو مش يعني مش هطول برضو عليكم في كده، انا بس بوريكم ايه يعني ايه يومي في المطبخ خطوه بخطوه، بس على قد ما اقدر يعني اللي هو ايه برضو مسرعه لكم الفيديو ومش جايبه لكم لقطات كتير عشان برضو ما ياخدش من ايه من الباقه بتاعتي، وبعدين عشان ما بقاش تقيله على قلبكم. اهو بصوا انا قربت اخلصها اهو. بصوا انا جيت بقى لايه للمحشي، قلت ايه اقوره. بنتي كانت عماله تتخانق معايا عشان تقوره وانا ما كنتش راضيه، قلت لها لا لازم اصوره.
بصوا بقى المقوار غلبني عقبال ما دورت عليه وبرضه ما لقيتهوش يعني. عيالي يعني ما بيخلوش حاجة على حالها. ربنا يهدي، ربنا يرزق كله مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين. بصوا خلاص اهو أنا شغلت لكم الكاميرا تاني. اهو بقور اهو. ده بصوا أنا على قد ما اقدر يعني ايه هسرع لكم الفيديو اهو. خلص. بصوا هي دي بقى الصلصه اهي اتسبكت. انا ببقى طافيه النار خلاص، انا اصلا طافيه عليها من بدري. قلت عقبال ما اقطع الخضره واعمل الملوخيه، ارتف الملوخيه واقور بتنجان واغسله يعني اعمل حاجاتي كلها وانا طافيه على الصلصه. انا مش بسيبها على النار. بس دي لو دي متسبكه، بصوا انا مخليها الصلصه تقيله ازاي. على فكره اقسم بالله اصلا الفيديو والصوره ظلمه الرز. والله ده كان شكله جميل وفاتح حلو قوي. ولا طعمه، والله العظيم كان طعمه زي العسل اهو. بصوا انا هنا بقطع بصلايه بس وطماطمايه كده عشان ايه تحت المحشي، عشان برضو ما يلزقش مننا وما يشدش وكده. بصوا خلاص انا هبتدي احشي اهو حاجه في حاجه يعني، عشان انا بوريكم ان انا مش بحشي الايه يعني. صباع المحشي مش بحشيه قوي عشان برضو ما يبكش الايه الرز بتاعه في الحله ويبقى شكلها مش كويس. اهو انا هحشي بس كم صباع محشي معاكم، وبعد كده ايه هقوم قافله الفيديو ومكمله انا. اهو بصوا اكتبوا لي تعليق حلو بقى، ولو لسه بتتفرجي عليا لغايه دلوقتي انزلي اعملي لي اشتراك في القناه، ولو بتتابعيني من على الفيس اعملي متابعه فضلا وليس امرا. يا رب ابقى خفيفه على قلبكم. ودوسوا على علامه الكل عشان يظهر لكم كل جديد، عشان يوصل لكم اشعاراتي يعني. انا بدأ يعني خلصت البتنجان اهو، فبحشي الايه الفلفل والكوسه. بصوا الطبق اللي على بصوا يا ابني حاطه ازازه البيبسي ازاي. الطبق اللي هناك ده كان ملوخيه. بصوا بقى انا بحط ايه معلقه صلصه. سر ان المحشي يكون احمر معلقه صلصه مع الشوربه. انا ما كانش عندي شوربه بس طلعت كيس سيحته في الحله دي وايه من الفريزر عشان انا كنت بشيل الشوربه اللي بتفيدني. طلعت كيس وقلت ايه اسقي المحشي، وبعدين رحت مطلعه كيس تاني عشان ايه اعمل بيه الملوخيه. بصوا بقى هو كده المحشي كان على النار اصلا. قلت اخرط الملوخيه وعقبال ما المحشي ايه ما يستوي. وبعدين انا مش هدق توم ولا حاجه ومش هقشر، انا عندي ايه توم مفروم يعني قوام كده. اختي الله يبارك لها والله هي اللي عاملهولي. اهو بصوا انا كده خلصت الايه الملوخيه. انا برضو بخليها ناعمه اهو. بس ابني حط لي الكوبايه، هو كان مجنني والله النهارده ربنا يهديه يخلولي يا رب. بصوا بقى سر ان الملوخيه تطلع تحفه، حطي سنه شعرايه كده بس سكر وايه ونص معلقه توم مفروم. سيبيها تغلي مع الشوربه شويه وبعد كده ايه نزلي الملوخيه. بس ما تسيبيش الملوخيه على النار كتير عشان ايه ما تسقطش منك. بصوا بقى انا هنا ايه انا هنا شفت المحشي لقيته لسه عليه شويه. وكمان سر تاني في الملوخيه نص معلقه بس ايه بيكربونات كده عشان تطلع خضرا. بصوا والله العظيم كان صينيه اللحمه دي كان شكلها تحفه كمان بعيد عن الكاميرا كده، كان شكلها جميل بس هي جايه ايه غامقه في الكاميرا. حتى الملوخيه كانت خضرا وفاتحه عن كده كمان. يلا لو بتتابعيني لغايه الدقيقه اللي احنا فيها دي انزلي قولي تسلم ايدك يا مهند، وعايزين اكلات اجمل واجمل. انا هعمل لكم كل حاجه، اطلبوا بس مني انتوا عايزين ايه وانا اعمله. هتشوفي بقى طريقتي في كل عمايل الاكله تعجبكم قوي. بصوا خلاص التومه عملت اهي
بتدي لون الذهبي بس. بس بقى طشة. طبعا انا بشهق، انتوا مش سامعيني بس وانا بطشها بشهق. بصوا طشيتها. خلاص انا كده طفيت على الملوخية. يلا قولولي تسلم ايدك يا مهن. تعالوا بقى كلوا معانا بألف هنا وشفا. بصوا المحشي لسه عليه شوية. انا طبعا فصلت الكاميرا وايه عقبال ما يستوي بصوا استوى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كان طعمه اقسم بالله زي العسل، وكان فاتح وجميل. يسلم بقكم. بصوا انا بجيب ايه معانا جلوي عشان كان المحشي سخن جدا. انا بقى ما عملتش ورق العنب معاكم ليه بقى؟ عشان كان ولادي مستعجلين على العشاء. قلت ان شاء الله باذن الله هحشي بكره. بصوا صينيه اللحمه. هاجي احط الملوخيه الاقي الطبق ايه فيه رز مش نضيف، فاقوم ماشيه الطبق وجايبه طبق تاني. يلا يا حبايب قلبي تعالوا كلوا معايا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. هتشرف بيكوا طبعا.